مساء الفل، اهلا بيكم في فيديو جديد. سنة 1961 وبالتحديد في دولة البرتغال، ومع واحد من اكبر اندية البرتغال نادي بنفيكا البرتغالي. تعاقد نادي بنفيكا مع المدرب المجري المغمور جوتمان، واللي عمل معاهم انجاز تاريخي فيما بعد، وقدر ان هو يكسر هيمنة ريال مدريد على دوري ابطال اوروبا اللي استمرت 5 سنين، وقدر انه يفوز مع بنفيكا بدوري الابطال سنتين ورا بعض. بس مسؤولين بنفيكا ما كانوش يعرفوا ان دي بداية اللعنة. قبل ما احكي لك عن اللعنة، خليني الاول احكي لك عن قصه المدرب جوتمان. سنه 1899 اتولد المدرب المجري جوتمان، واللي عاش في زمن صعب جدا، زمن حروب واضطهاد. ابوه اغتمته في الحرب وهو نجا باعجوبه، وكانت ظروف نشأته صعبه جدا، ونشأته الصعبه دي خلت عنده مشاكل نفسيه كبيره جدا، وكبر جواه احساس الاضطهاد والظلم، وبقى عايش طول الوقت فاكر ان كل الناس مضطهداه. جوتمان كان لاعب كره قدم بس ما كانش نجم كبير، ولما اعتزل قرر انه يبقى مدرب، وده اللي غير حياته فعلا. جوتمان بقى من افضل المدربين في التاريخ، بس مشاكله كانت كتيره جدا. بدأ مشواره التدريبي في المجر، وكانت بدايه انطلاقته ان هو كسب الدوري والكاس والسوبر وتقريبا كل البطولات اللي هناك، وبعدها درب ميلان الايطالي وخلاهم يلعبوا كره جميله، ودي كانت حاجه غريبه في الوقت ده على الكره الايطاليه اللي كانت مشهوره بالنمط الدفاعي اللي هي كره الموظفين يعني. وفجاه وبدون اي مقدمات مشوه، وطبعا ده زود عنده الاحساس بالظلم والاضطهاد وان محدش بيحبه وكل الكلام ده. انا محدش بيحبني ليه؟ المهم ان عم جوتمان طلع على البرازيل، ضرب هناك ساو باولو، وعمل هناك اكتشاف عظيم جدا. من الاخر كده مدرسه جديده خالص في كره القدم. اكتشف خطه 4-2-4، ودي كانت خطه ثوريه في الوقت ده. الكلام ده كان سنه 1952، واكبر دليل على نجاح الخطه دي ان البرازيل قدرت ان هي تفوز بكاس العالم سنه 1958 من نهايه خطه غيرت مفاهيم الكره خالص، وكنا بنتكلم عليها في الوقت ده. وطبعا فاز جوتمان مع ساو باولو بكل البطولات، دوري وكاس وسوبر، بس المره دي خرج من الباب الكبير لحد ما وصلنا سنه 1961 لما تعاقد معاه العملاق البرتغالي نادي بنفيكا، وبدا باول قرار ثوري ومشى 20 لاعب اساسي من قوام الفريق. ولما اداره النادي اعترضت على القرار ده قال لهم ما حدش دعوه، انا عارف انا بعمل ايه. وطبعا هم عارفين ان هو مجنون، فسابوه يعمل اللي هو عايزه، واعمل يابا اللي انت عايزه واحنا مالناش دعوه. وصعد الناشئين مكانهم، وكان ابرزهم اوزيبيو اللي اصبح نجم الكره البرتغاليه فيما بعد. طبعا جوتمان فاز بالدوري والكاس والسوبر مرتين، وكمان عمل انجاز اكبر بانه فاز بدوري ابطال اوروبا مرتين ورا بعض، وكسر هيمنه ريال مدريد اللي استمرت 5 سنين متتاليه. وبعدها بقى طبعا جوتمان جه، انا عايز فلوس، هات فلوس. الاداره قالت له مفيش فلوس، وطبعا ده زعله جدا وزود جواه احساس الاضطهاد والظلم. انا محدش بيحبني ليه؟ بعدها عمل مؤتمر صحفي وقال فيه جملته المشهوره واللي كانت بدايه اللعنه، وقال النادي ده مش هيكسب اي بطوله اوروبيه لمده 100 سنه. طبعا مسؤولين بنفيكا بعد ما قال الكلام الفارغ ده مشوه. بعد ما قال الكلام ده الناس هناك في البرتغال استهزأوا بكلامه ومحدش اصلا اهتم بيه، لحد السنه اللي بعديها وصل بنفيكا فعلا لنهائي دوري الابطال. قال لك بس الناس هناك قالت لك الراجل ده عبيط، احنا في النهائي اهو. خسروا بنفيكا من ميلان 2-1، بس الناس هناك اتعاملت على ان الموضوع عادي، وعادي الكوره مكسب وخساره، واحنا لسه واخدين البطوله سنتين ورا بعض فما فيش مشكله. وبعدها في سنه 65 وصلوا النهائي مره كمان، والمره دي خسروا من انتر ميلان بقى. برضو الناس هناك اعتبرت الموضوع عادي مفيش مشكله، انا برضو كسبت البطوله سنتين ورا بعض. بعدها بفتره صغيره وصلوا النهائي برضو بس سنه 68، والمره دي كانت قدام مانشستر يونايتد وخسروا 4-1. هنا بقى الناس بدات ايه تقلق، هنا في حوار. بس يا سيدي، ومن ساعه ما جوتمان مشي بنفيكا وصل ل8 نهائيات اوروبيه وخسرهم كلهم، وحتى وقتنا هذا ما حققش اي بطوله اوروبيه غير البطولتين اللي خدهم مع جوتمان. سيب لي رايك في الكومنتات وقول لي هل دي فعلا لعنه ولا عوامل نفسيه ولا مجرد حظ. انا سقراط ودي كورتي.